إيهاب كان ولد يتيم، أبوه وأمه متوفيين وعايش مع جدته وهم فقراء. وفي يوم المدرسة عملوا يوم للمعلم، والمفروض إن الطلبة كلها تجيب هدية لمعلمته في الفصل. فكر إيهاب إنه يجيب كرتونة ويكتب رسالة لكل زمايله في الفصل، والمعلم لف الكرتونة بقربات قديم. زمايله شافوا الكرتونة قعدوا يضحكوا عليها. المهم المعلمة لاحظت وفتحت الكرتونة، لقيتها كاتب رسائل ليهم جميعا، وأولها رسالة بيعتذر ليها للمعلمة إنه ما يقدرش يجيب هدية، ورسالة لكل واحد من زمايله في الفصل اللي بيحبهم، وطبعا دعالهم بالتوفيق وبيبلغهم بمدى حبه ليهم. المهم أصحابه وطبعا أما سمعوا وشافوا الرسائل بكوا من قلبهم، ومن وقتها وهم بيحبوا وبيلعبوا معاه. المدرسة بلغت إن الرسالة أجمل هدية شافتها النهاردة معاه. ما تحكمش على الناس بالظاهر، ما تعرفش ظروفهم ايه.